أسرع شخصية في هايبر سونيك. هنعمل سباق بين كل الشخصيات في هايبر سونيك عشان نشوف مين الأسرع. هيكون في هايبر سونيك، هايبر تيلز، هايبر سونيك، هايبر تيلز، هايبر ناكلز، هايبر إيمي، هايبر شادو، وكمان شخصيات كتير تانية. وكمان في شخصيات سرية. مين هيكون الأسرع؟ يلا بينا. طيب يا جماعة، أهلا بيكم في السباق الجامد ده، لأن النهاردة حنخلي كل الشخصيات في هايبر سونيك تتسابق عشان نشوف مين فيهم الأسرع، مع وجود شخصيتين سريتين و30 ثانية بس لكل واحد عشان يواجهوا المضمار الجامد ده اللي كله أنابيب. مين فيهم هيكون الأسرع؟ مفيش غير طريقة واحدة نعرف بيها، فهنبدأ مع الطفل الظريف واللطيف بيبي هايبر سونيك. جاهز يا بيبي سونيك؟ ورينا إنك مش بس لطيف لكن كمان سريع. في 3 2 1 يلا. بيخرج بكل قوته حبيبنا بيبي وهايبر سونيك. بصراحة مش بيعمل وحش بالنسبة إنه بيبي. بيجري بسرعة جدا وبيسيب وراه أثر سرعة، وده بيوضح لنا إنه عنده إمكانية يكون سريع جدا، بس هو لسه صغير قوي، يعني مش باين عليه إنه هيوصل بعيد. لسه في أول مستوى اللي هو بتاع الأنبوبة الصفراء. يعني يا عزيزي بيبي وهايبر سونيك، جرب كل اللي تقدر عليه، بس أنا مش واثق إنك هتوصل بعيد، لأنك فاكر إني معاك بس 30 ثانية، ومهما حاولت تجري مش هتعرف توصل. يعني خلاص، هو ده البيبي الصغير اللي لما يكبر هيبقى سريع جدا. بس دلوقتي مش كده خالص، ووقته هيخلص في 3 2 1. الوقت انتهى. فده حبيبنا الصغير بيبي وهايبر سونيك اللي لسه في المركز الأول لأنه الوحيد كمان، يعني كويس كده تمام. بس دلوقتي هنتكلم عن هايبر سونيك الحقيقي بقى. يلا يا هايبر سونيك، وريهم سرعتك الحقيقية في 3 2 1. وطلع بأقصى سرعته. يا ساتر، دي فعلا سرعة رهيبة. هو أسرع بكتير من البيبي، وفعلا عدى أول مستوى. يا سلام. طيب دلوقتي هياخد توربو صغير ينط، وفعلا سبق البيبي. واو، نطة جامدة جدا وهبوط جامد كمان، خلاه يكمل جري من غير ما يوقف. يا نهار أبيض، مش معقول السرعة اللي ماشي بيها هايبر سونيك. بينط على طول المرحلة بتاعت الأنبوبة الزرقاء اللي هي واحدة من أطول المراحل، مش بيبطل جري. وهايبر سونيك سايب وراه الأثر البنفسجي المميز اللي لونه زي ألوان قوس قزح كمان، مكمله بسرعة رهيبة وبيستخدم التيربو كمان. يا نهار أبيض، إيه الجمال ده، حد يقدر يوقفه؟ ماشي بسرعة جدا، ودلوقتي بيستغل التيربو، حاجة مش معقولة. وهايبر سونيك مش بيستسلم ولسه مكمل حتى لو وقته هينتهي في 3 دوس التيربو. 2 1. الوقت انتهى. يا له من أداء مذهل من هايبر سونيك اللي خلاه في المركز الأول، فعلا سريع جدا. ودلوقتي جاي دور أعز صاحب لهايبر سونيك العظيم هايبر تيل. جاهز يا هايبر تيلز؟ ورينا سرعتك الخارقة للجميع في 3 2 1. والوقت بدأ. هايبر تيلز طلع بكل قوته. بصراحة بيتحرك بسرعة جدا، الأثر اللي سايبه وراه باللون الأصفر المميز ليه فعلا رهيب، وده بيساعده إنه يعدي أول مستوى اللي هو بتاع الأنابيب الصفراء بكل سهولة. يعني كده يا تيلز، كمل بالطريقة دي، لأنك لحد دلوقتي مش ممكن حد يوقفك. هياخد أول واحدة من التيربو ويقفز. هو دلوقتي عدى بيبي سونيك وقفز تاني، هبوط جامد، ودلوقتي بيتقدم، لسه مكمل في السباق، ماشي على طول الأنبوبة الزرقاء. هيحاول يحقق رقم قياسي، مع إني مش شايف إنه هيعدي هايبر سونيك. مفيش حد أسرع من سونيك، صح؟ يعني يا هايبر تايلز، أنت ما تستسلمش، كمل وحاول تدي كل اللي عندك، لأنه حتى لو مش مصدق وقتك هينتهي. كمان 3 1. خد التربو وانتهى وقت تايلز، وده معناه إننا عندنا هايبر تايلز العظيم في المركز الثاني. أداء ممتاز. وخلي بالك، دلوقتي جاي صديق هايبر سونيك الثاني هايبر ناكلز. جاهز يا هايبر ناكلز؟ وري العالم كل قوتك في 3 2 1. وهايبر ناكلز انطلق بكل قوته. سرعته كويسة جدا، ومن غير شك
الخط الأحمر اللي وراه هو اللي بيميزه. ده أكيد أقوى بكتير من إنه يكون سريع، بس ده ما يمنعش إنه هيحاول بكل قوته يوصل لأعلى مركز ممكن. يلا يا ناكلز ورينا. لسه بيجري وخرج خلاص من مستوى الأنبوبة الصفراء. خد توربو كويس، نط وعدى بيبي سونيك. توربو تاني ونطة جامدة، هبوط ممتاز ولسه مكمل بكل قوته لقدام. هنا عندنا نطة كبيرة تانية ودخل على مستوى الأنبوبة الزرقاء. نيكلز بينط تاني، شكله مرتاح أكتر وهو بينط. شكله بيحاول يتجنب الأماكن الوحشة بالطريقة دي، وبيجري بأقصى سرعة عشان يطلع في مركز أعلى من تيلز نفسه. يلا يا نيكلز استعجل. أخذ تيربو وعدى تيلز وبيسرع بأقصى ما عنده عشان وقته بيخلص. في 3 2 1 انتهى الوقت. وبكده عندنا هايبر نيكلز العظيم اللي جاب المركز الثاني. ودلوقتي جه الدور على اللي بتحب سونيك أكتر واحدة، هايبر إيمي. خلي بالك دي قوية جدا. هايبر إيمي داخلة بكل قوتها، جاهزة تماما. في 3 2 1 وانطلقت بكل قوتها. يا نهار أبيض، سرعتها عالية جدا. واضح إن شكلها الهايبر ده جنان بجد. هي بتعدي كل الاختبارات من غير تردد. المستوى الأول بقى وراها خلاص، وبتستغل الفرصة عشان تنط. عدت البيبي واو، هبوط جامد خلاها واقفة على رجليها تمام. نطت ودخلت على طول في الأنبوبة الزرقاء. دلوقتي داخلة بكل قوتها، كمان بتعمل نطات صغيرة وبتحاول تكون أسرع ما يمكن. هل هتلحق حبيبها وعزيزها سونيك ولا هتفضل وراه؟ دلوقتي مسكت التيربو وعدت تايلز، وكمان عدت ناكلز، وبقت في المركز الثاني على طول ورا سونيك. بس مهما استعجلت وقتها حينتهي. في 3 2 1 الوقت خلص. وبكده عندنا هايبر إيمي العظيمة اللي دخلت المركز الثاني. يا سلام. طيب يا جماعة، السباق شكله مثير، بس أنا حاسس إني محتاج أعرف مين الشخصيات السرية، صح؟ يبقى حضروا نفسكم كلكم عشان جه وقت الجولة السريعة. دلوقتي عندك 20 ثانية بس علشان تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تفتح الشخصيات السرية. وكمان لو كتبت في التعليقات كلمة هايبر سونيك هتقدر تكون سريع زيه. يعني لو كنت مكانك هتسرع لأن الوقت بيخلص. لا طيب يا صحابي، أظن إنكم كنتوا كويسين جدا. يعني جه الوقت نشوف أول شخصية سرية، واللي هو مش أي حد ده. يا ربي، هايبر سونيك. يا ربي، يا له من حاجة عظيمة وقوة رهيبة. والشخصية الثانية السرية لهايبر سونيك هتتعلن في آخر الفيديو، يعني الأحسن محدش يمشي. ودلوقتي جاء وقت الشخصية اللي بعد كده، اللي هو المنافس الرهيب والسريع جدا لسونيك، هايبر شادو. جاهز؟ هايبر شادو، وري الناس كلها سرعتك. في 3 2 1 وهايبر شادو انطلق بكل قوته. يا نهار أبيض، ده فعلا سريع جدا. لو في حد يقدر يغلب سونيك أظن من غير أي شك هو شادو. لحد دلوقتي ماشي كويس جدا، عدى البيبي وبيكمل. يا لهوي، قفزة رائعة فعلا اللي بيكمل بيها. لين، واو هايبر شادو سرعته خارقة من عالم تاني. أظن عنده فرصة كبيرة يكسب السباق. واو، بيعدي الكل. هايبر تيلز، هايبر ناكلز، وبيستغل التربو كويس جدا. ودلوقتي نفس الكلام مع هايبر إيمي، بياخد تربو ورا التاني، وهيوصل لواحد من آخر تربوهات في منطقة الأنابيب البنفسجي. كمل جري يا شادو بيتقدم. سونيك يا إلهي، وبيسرع عشان وقته بيخلص. في 3 2 1 فايته الوقت. وبكده عندنا هايبر شادو اللي واضح إنه الأسرع لحد دلوقتي وفي المركز الأول. وخلي بالكوا دلوقتي معانا الرهيب هايبر إيجمان. يا لهوي على الدرع اللي عمله لنفسه. جاهز يا هايبر إيجمان؟ ورينا للجميع قوة بدلة الهايبر بتاعتك. في 3 2 1 الوقت. هايبر إيجمان بيبدأ يطير. في البداية بيكون هادي وحذر شوية، بس بعد كده فعلا بيبدأ يزود السرعة جامد. فعلا هايبر إيجمان سرعته رهيبة،
مش محتاج حتى التربو لأنه بيطير على طول. يا سلام على الروعة. ودلوقتي دخل على طول لمستوى الأنابيب الزرقاء. وخلي بالك هايبر إيجمان بالدرع ده ممكن يهزم سونيك بسهولة. بيسبق باقي أصحاب سونيك وسرعته فعلا رهيبة. ها هو وصل لمستوى الأنابيب البنفسجية وعدى الكوبري من تحت. يا لهوي على السرعة اللي ماشي بيها، مع إنه مش قادر يستخدم التيربو لكنه عامل شغل عالي. هايبر إجمان داخل بكل قوته وحيعدي هايبر سونيك. رايح على هايبر شيدو، بس لازم يسرع على الآخر عشان وقته هينتهي كمان. 3 2 3 2 1. يعني يا سلام، الدكتور إجمان في هيئته الهايبر أسرع من الكل. المركز الأول. ودلوقتي هنتكلم عن واحدة من أعظم ابتكاراته، هايبر ميتال سونيك. ها هو هايبر ميتال سونيك بيشغل كل أجهزته وبيبدأ العد في 3 2 1. وهايبر ميتال سونيك طار بكل قوته، بيزيد سرعته. وخلي بالك هو بدأ بالفعل، دلوقتي بيعدي مرحلة الأنابيب الصفراء بسرعة جامدة وبيستغل الفرصة، ياخد التربو ويتخطى بيبي سونيك وبيطير بكل قوته. يا سلام على هايبر ميتال سونيك، دي فعلا سرعة وتحكم شبه كاملين. هيهبط مباشرة في مرحلة الأنابيب الزرقاء وماشي بسرعة ثابتة كويسة وثابتة، باين عليه إنه آلة، والآلات ما بتغلطش. مكمل قدام، عدى على التيربو، سابق هايبر تايلز، كمان هيعدي هايبر ناكلز. يا لهوي على روعة دي، مش بيشيل رجله عن البنزين حتى وهو لازم يسرع عشان الوقت قرب يخلص. هيعدي هايبر إيمي بس وقته هينتهي عند 3 2 1. عشان كده هايبر ميتال سونيك سريع بس مش كفاية عشان يدخل في التوب، خرج برا. ودلوقتي حضروا سيوفكم عشان جايين مع هايبر إكسكاليبر سونيك. جاهز يا إكسكاليبر سونيك؟ يلا نشوف قوة درعك في 3 2 1. والوقت طلع بكل قوته وبصراحة بيجري ببطء جدا. شكله الدرع ده تقيل جدا، وعشان كده حبيبنا إكسكاليبر سونيك شكله يا ساتر طلع له أجنحة يا جدعان. إيه الجنون ده؟ قوة هايبر إكسكاليبر سونيك ملهاش أي معنى، ده جنان رسمي، عنده أجنحة وواضح إنه بيخليه يطير بسرعة جامدة. دلوقتي وصل لمستوى الأنبوبة الزرقاء. إيه الجنون ده؟ مكمل ورايح، سايب وراه أي منافس ممكن يكون موجود. يا لهوي على العظمة. دلوقتي بيعدي من تحت الكوبري وبيسبق في الأنبوبة البنفسجي كلها. شكله كل شوية بيبقى أسرع، مع إنه دلوقتي محتاج يرفرف شوية عشان يطلع لفوق. إكسكاليبر سونيك لسه مكمل بيتقدم بالجناحات المباركة دي، بيستعجل عشان يا صحابي ما عندوش وقت كتير ولسه بيطير، بس وقته هينتهي بعد 3 2 1. الوقت انتهى. عشان كده عندنا هايبر إكسكاليبر سونيك، وده فعلا جنان حقيقي وبيتصدر المركز الأول. وخلي بالك دلوقتي جاي هايبر سونيك لوبو، عنده قوة كبيرة يقدر يطلعها. أهو قدامنا، هيطلق قوته في 3 2 1. ونط. يا نهار أبيض، يا لهوي على النطة دي، وابتدى يجري بأقصى سرعة. مين في الدنيا يقدر يوقف الوحش ده من شكله الأبيض؟ هايبر سونيك لوبو بيجري بسرعة رهيبة. يا سلام، سبق البيبي، ويا نهار أبيض، يا لهوي على النطة اللي عملها. وقع على طول في مستوى الأنابيب الزرقاء، وكل شوية بيزيد سرعته أكتر وأكتر. بصراحة أنا خايف أعرف هو ممكن يوصل لحد فين. مستواه فعلا جامد جدا، حتى لو دلوقتي سرعته قلت شوية، بس لسه مكمل، نطاته حلوة ولسه بيجري من غير توقف. هيخرج من مستوى الأزرق وهو بيستغل التربوهات بتاعة المستوى البنفسجي. دلوقتي سبق ميتال سونيك ولازم يسرع عشان وقته هينتهي في 3 2 1. الوقت خلص. يعني سونيك لوبو عمل أداء رائع بس ما وصلش للتوب. 3 F في الشات عشانه. وخلي بالك ده بياخدنا على طول لHypersonic.xae. يلا يا Hypersonic.xae، ورينا سرعتك الملعونة قدام الكل في 3 2 1. ووقت.
يا نهار أبيض، إيه ده؟ بيجري بسرعة رهيبة. خلاص عدى المستوى الأول من غير ما يرمش حتى، وخلي بالك دخل على اللي بعده بقفزة جامدة. إيه الجنون ده؟ دخل دلوقتي على مستوى الأنبوبة الزرقاء. السرعة اللي وصلها حاجة مش طبيعية. الوحش ده يخوف بجد، وطبعا التربو بتاعه بيخليه أسرع بكتير كمان. أهو دلوقتي بيربط التربوهات ورا بعض، كلهم بتوع المستوى البنفسجي. يا نهار أبيض على السرعة اللي وصلها، يا ساتر، بيتفوق على كل منافسينه. هايبر شادو، هايبر سادو، هايبر سونيك، كلهم وراه دلوقتي. وخد بالك هو لقط التربو، أهو بيعمل قفزة جامدة، نزل على الأرض وبيستعجل عشان وقته حينتهي. كمان 3 2 1، الوقت خلص. يبقى كده عندنا هايبر سونيك اكس اي اللي ياخد يا نهار أبيض المركز الثاني، وده يفتح الطريق لهايبر شانسونيك، وحش تاني خطير جدا. يلا يا هايبر شانسونيك، ورينا للعالم سرعتك وقوتك في 3 2 1، وهايبريشن سونيك انطلق بسرعة تخوف الرعب نفسه. ايه ده يا جدعان؟ عدى المستوى الأول بسرعة جدا ونطة رهيبة. كان لازم يسيطر على نفسه لأنه كان سريع بشكل مبالغ فيه. ودلوقتي هو في مستوى الأنابيب الزرقاء وبيستخدم التربو، سايب وراه تقريبا كل المنافسين. يا نهار أبيض، شغل التربو بالسرعة دي، شكله مش ممكن يتوقف. تخيلوا دلوقتي إنه بيجري وراكم عشان ياكلكم، فعلا مرعب جدا. لسه مكمل، عدى هايبر سونيك، وعدى هايبر شادو، وكمان عدى هايبر إجمان. وها هو عمل قفزته المدهشة بهبوط جامد، وابتدى يسرع عشان الوقت مش فاضل له كتير. يا نهار أبيض، بالقفزة دي بقى في المركز الأول. استخدم التربو، اقفز بكل قوتك، رايح للمرحلة اللي بعدها من الأنبوبة الحمراء اللي من آخر المراحل. يا نهار أبيض، وحيوصل للتربو البرتقالي في 3 2 1، الوقت خلص. الوقت خلص، يعني يا نهار أبيض يا جماعة. هايبر شينسونيك دخل في المركز الأول بفارق كبير، وده ياخدنا لهايبر ميكا سونيك. التطور بتاع هايبر ميتال سونيك، ها هو بيشغل كل أجهزته وواجهته في 3 2 1، الوقت لهايبر ميكا سونيك. هايبر ميكا سونيك بيبدأ يطير بسرعة عالية جدا، كمان بيستخدم نفس طريقة الطيران بتاعة هايبر ميتال سونيك، بس مع واجهة مطورة وأكثر مستقبلية، وطبعا بسرعة أعلى بكتير. خلاص وصل في لحظة لمستوى الأنبوبة الزرقاء، ودلوقتي هو بياخد المنحدر وبيستغل التربو، وبيعدي هايبر تيلز وهايبر ناكلز. فعلا اللي بيعمله ده مذهل. عدى تيربو وعدى كمان هايبر إيمي، وبيتفادى الكوبري بسرعة كبيرة. خلي بالك هو مش بيبطل يسبق المنافسين، فعلا أداؤه ممتاز. هو سايب الكل وراه من غير أي رحمة، ودخل على مستوى الأنبوبة الخضراء. هايبر ميكا سونيك، فعلا جنان. حيعدي اللي صنعه هايبر إجمان، بيتخطى الفخ وبيطير بسرعة وبيستعجل لأنه معهوش وقت كتير، وفعلا حيخلص فيه 3 2 1، الوقت خلص. وبكده عندنا هايبر ميكا سونيك اللي بعد أداء جامد جدا بياخد المركز الثاني بكل جدارة. وخلي بالك ده بياخدنا على طول لهايبر سونيك المرحلة الثالثة، ده مستوى تاني خالص. خلي بالك هو دلوقتي بيطلق كل قوته ومستعد ينطلق في 3 2 1، وبيطلع بكل قوته مع إنه مش سريع قوي. كنت متوقع أكتر من كده. واو، دلوقتي فعلا بدأ يجري بسرعة جامدة، بس كنت متوقع أكتر. يا ساتر، بس فعلا بدأ يطير. دلوقتي فعلا هايبر سونيك في المرحلة الثالثة مديني أسباب حقيقية أصدق إنه ممكن يكسب السباق ده. لسه مكمل، بيسيب وراه الكل، ساب الكل وراه بطريقة مذهلة. عدى الكوبري زي ما هو عايز، وحتى عند الجزء بتاع الأنبوبة البنفسجي كمان لف حواليها زي ما هو عايز. هيخش على طول على مستوى الأنبوبة الخضراء. بدأ يسيب باقي المنافسين وراه وطار. هيوصل للأنبوبة الحمراء. يا نهار أبيض، إيه السرعة دي؟ أظن محدش كان متوقع كده.
سايب كل منافسين وراه ولازم يسرع عشان الوقت قرب يخلص. عدى الفخاخ ووقته هيخلص في 3 2 1. الوقت خلص. بعد أداء مذهل هايبرسونيك المرحلة الثالثة فضل في المركز الأول وكان قريب يكمل المسار كله. وده بياخدنا لأول شخصية سرية هايبرسونيك الإلهي. ها هو قدامنا بيفجر كل قوته يا ساتر ومستعد في 3 2 1 وطلع بأقصى سرعته. يا لهوي على الروعة، طلع بيطير على طول وواضح إنه سرعته شبه مستحيلة تتقارن. هيخش على طول في الأنبوبة الزرقاء وابتدى يلف بسرعة رهيبة، بسرعة جامدة جدا. بياخد التربو وبيعدي كل منافسينه وبيعملها بصراحة بشكل جامد جدا. أنا شايف إنه مستحيل حد يقدر يغلبه. شكله هيقدر يعدي حتى هايبرسونيك. المرحلة الثالثة أهو بيعدي المستوى البنفسجي وواصل للأخضر، سايب نفسه يتسحب، ساب كل منافسينه وراه تماما وبياخد القفزة على طول على الأنبوبة الحمراء. يا لهوي، وبيجري بأقصى سرعة عشان لا خبط وقام بسرعة، بس ضيع وقت كتير لأن وقت سونيك الإله بيخلص فيه 3 2 1. خلص الوقت. يعني هايبرسونيك الإله يا جماعة جه في المركز الثاني. الحادثة دي أثرت عليه جامد. يعني يا جماعة جه الوقت الحاسم. سيبوا آخر لايك وآخر اشتراك وآخر دعم عشان نكشف آخر هايبرسونيك السري اللي هو هايبر لايت سبيد سونيك. هايبرسونيك اللي بيجري بسرعة الضوء. كله جاهز. هايبر لايت سبيد سونيك ورينا يعني إيه سرعة الضوء الفائقة في 3 2 1. يلا. يا نهار أبيض، انطلق بسرعة رهيبة وساب وراه شعاع نور. طبعا لأنه ماشي بسرعة الضوء، منطقي. السرعة اللي وصل لها رهيبة فعلا. هو بيعمل شغل جامد جدا. وخلي بالك عندنا مرشح قوي للفوز في السباق لأنه عدى المستوى الأزرق بسرعة جامدة. ودلوقتي إيه؟ زود السرعة أكتر. إيه الجنون ده؟ بصوا بس على السرعة اللي ماشي بيها، سايب الكل وراه بسرعة رهيبة. يا سلام، إيه الجنون ده؟ دخل على طول في الأنبوبة الحمراء. يا نهار أبيض، إيه الجنون ده؟ البرتقالي هيبدأ دلوقتي يراوغ كله ويوصل للأصفر اللي هو آخر واحد. مش بيبطل يرف ويعمل حاجات جامدة وبس، لأن الموضوع كان سهل لدرجة إنه هيعملها وهو ماشي على رجليه. وزي ما انتم شايفين وقته يا جماعة بيخلص في 3 2 1. انتهى الوقت. وعشان كده طبعا اللي كسب هو هايبر لايت سبيد سونيك، وده من غير شك هو أغرب واحد في العالم. وعشان كده يا جماعة كده يكون ترتيب البوديوم النهائي للسباق. المركز الثالث راح هايبرسونيك ديوس. المركز الثاني راح هايبرسونيك. المرحلة الثالثة والفايز طبعا هو هايبر لايت سبيد سونيك اللي بيجري بسرعة الضوء. فيا جماعة ده كان كل حاجة. أتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم انتوا عارفين المفروض تعملوا ايه. سيبوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واكتبوا في التعليقات ايه شخصيات تانية من سونيك تحبوا نشوفها تتسابق مع بعض. وبكده أنا همشي. ياه، دول بيجروا بسرعة الضوء وأنا مش بعرف أجري أصلاً. وهنشوفكم في الحلقة الجاية مع حاجات أكتر. أيوة.